السلام عليكم يا أغلى متابعين. يا رب تكونوا بخير وبصحة وأحسن حال. النهاردة حابة أعمل معاكم كيكة الشاي اليومية بدون دقيق وبدون نشا. كيكة هشة وطرية وخفيفة في نفس الوقت، وكمان شكلها أملس من جوا. شايفين شكلها ما شاء الله جميلة إزاي، ومكون موجود عندنا في البيت، يعني من غير دقيق ومن غير نشا. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف مكوناتنا ايه. واول مكون معايا واهم مكون كمان في الكيكه وهو كوبايه رز منقوع. كوبايه، اي كوبايه موجوده عندك، هتعيري بيها كوبايه رز مصري تنقعيه لمده 24 ساعه في كوبايه ونص ميه. وعندي نص كوبايه زيت، وعندي بيكنج باودر، وعندي فانيليا، وعندي كوبايه سكر، واتنين زبادي، وثلاث بيضات، وجوز هند. هنجيب شفشق الخلاط كده وهننزل بالرز المنقوع معانا، وبعد كده هنزل بالثلاث بيضات، وبعد كده هنزل بكوبايه السكر، وبعد كده هنزل بنص كوبايه زيت، ولا هنزل بعد كده بالفانيليا، ولا هاخد بعد كده كمان جوز الهند. هنزل بثلاث معالق كبار من جوز الهند. وبراحتك، عايزه تزودي زودي، عايزه تنقصي تنقصي، دي حاجه ترجع لك. انا نزلت هنا بثلاث معالق كبار جوز هند، وبعد كده هنزل بكوبايتين الزبادي اللي انت شايفاهم دول، وبعد كده هنزل بالكيك شيف، كيس كيك شيف. ولا هروح اخد المكونات بتاعتي دي كلها واضربها في الخلاط من غير ما تحطي لها ميه ولا حليب ولا اي حاجه. هنستكفى بالكوبايه ونص اللي هي منقوعه فيها الرز. هتتنقع الرز 24 ساعة. طبعا ده بيرجع لحباية الرز اللي انت هتنقعيها، بس خليكي بقى بعيد من الرز بسمتي، خليكي في الرز المصري. هنا عندي صينية طبعا دهنها سمنة، عايزة تدهنيها زيت براحتك، عايزة تدهنيها زبدة براحتك، وتبطنيها بالدقيق. هتنزلي بالخليط بتاعي بعد ما ضربناه في الخلاط، وبعد كده هتخبطيه خبطتين كده، وهتكون فرنك شغالة على 100 درجة حرارة 180، الرف الأعلى من الأرضية، وطبعا ما مشغلاش الشواية. اللي هيطلع معاكي الكيك بالشكل دياتي زي انت ما شايفاه ما شاء الله. من تحت حلو خالص، ومن فوق طبعا زي ما شفتيه كده. هنشغل الشوايه قبل نطلعه بخمس دقائق. الكيكه بتاخد معاكي، ما تستعجليش، الكيكه بتاخد معاكي ساعه. وبعد كده قبل تعرفيها كده استوت، هتديها هشغل الشوايه، هتاخدي معاكي اللون. طبعا انا غفلت منها، ما خليتش بالي ليها، فطلع معايا بالشكل دياتي. لكن هي اهم حاجه المضمون من جوه ما شاء الله جميله جدا. ما تستعجليش على الكيكه في الفرن، دي بتاخد ساعه. شايفينها هشه وحلوه ازاي، ولونها شكلها املس من جوه وشكلها ابيض. شايفين القاع من تحت حلو ازاي. هتحطيه على الرف اللي اعلى من الارضيه، ومش هتشغل الشوايه لمده ساعه، وهتديكي النتيجه دي ما شاء الله جميله جدا وطعمها حلو اهي. وادي من غير دقيق ومن غير نشا، بكوبايه رز طبعا هتنقعيها لمده 24 ساعه في كوبايه ونص ميه اهي. ولا حليب ولا زبده ولا سمنه ولا اي حاجه اهي. ما شاء الله طلعت جميله جدا. عايزاكم بقى تجربوها بطريقتي بالرز، وهتدعوا لي ان شاء الله.